أحمد سلفيتي شاب من السنغال، جاء إلى المغرب منذ 2 ونيف. كان هدفه العبور نحو أوروبا، عبور تحول بفعل سياسات اللجوء الأوروبية من حلم قابل للتحقيق إلى سراب، فوجد نفسه بحكم الأمر الواقع مستقرا في المغرب. نحن مسرورون للحصول على أوراق الإقامة، لأنك عندما تكون أجنبيا بدون أوراق ثبوتية تصبح حياتك صعبة. لا بد من حصولنا على أوراق ثبوتية لنكون على نفس درجة المساواة مع أهل هذا البلد. سلفيتي وغيره من اللاجئين سيستفيدون من فرصة جديدة للحصول على وثائق الإقامة في المملكة. غالبيتهم ينحدرون من بلدان إفريقية، لكن يوجد بينهم لاجئون من جنسيات أخرى. لقد كان الأمر مفاجأة بالنسبة لي. وصلت المغرب منذ سنة ولا وثائق إقامة لدي، لذلك أنا اليوم سعيدة وأشكر الملك الذي منحنا فرصة التسوية. تهدف المرحلة الثانية من سياسة المغرب تجاه اللاجئين إلى تسوية أوضاع حوالي 25 ألفا من الأجانب الموجودين داخل المملكة بصفة غير قانونية، فضلا عن تعزيز السياسة الإفريقية للمملكة التي تستعد للعودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي. ما يمكن شيء اليوم حنايا نستثمروا في افريقيا وفتحنا الافاق وطلبنا الرجوع الى الاتحاد الافريقي ونبقاو سادين البيبان على الافارقه. اذا اراد المغرب ان يكون في افريقيا فعلى افريقيا ان تكون في المغرب. يطلق المغرب اذن مرحله ثانيه من عمليه تسويه اوضاع اللاجئين وادماجهم، يفترض ان تستمر لمده سنه على الاقل. عمليه تدخل في صلب استراتيجيه المملكه لتدعيم سياسه للتعاون الدولي عمادها ما يعرف بمبدأ التعاون جنوب جنوب. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.